السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم باستيشيو اولا كوزاميه، واحد الوصفه جديده بزاف رائعه. المذاق ديالها خطير لوجبه الغداء او للعشاء، كتجي رائعه رائعه، ما غاديش تشبعوا منها. هنا اول حاجه خديت البطاطا، يعني البطاطا اختيار، يا اما تقليوه يا اما طيبوه في الفران، ولكن من الاحسن تفاداو كاع القلي وطيبوه في الفران. هنا درتو في الكاسرونه ودرت مع الماء وشويه ديال الملحه ودرتو تسلق. المهم انا فوت فيه الطياب، ما تخليوش حتى يطيب مزيان، غير نص طيبه، يعني تسلقيه شويه يبان لكم داك الماء بدا كيغلي، صافي كتطفيو عليه. صافي خليت هاد البطاطا تصفات من الماء ودرتها في هاد الاناء. غادي نضيف عليها شويه ديال الثوم بودره وشويه ديال الابزار، نضيف كذلك شويه الخرقوم، شويه ديال البابريكا وشويه ديال الملحه، وغادي نضيف كذلك شويه ديال الزيت اختياري، يا اما كديروا زيت الروميه او زيت البلديه اللي بغيتو. وصافي كتشرملوا هاد البطاطا مزيان في هذيك العطريه. انا فوت فيها الطياب شويه فاش سلقتها، ماشي مشكل. المهم الا بغيتو تسلقوها كتسلقوها غير شويه، يعني ما كتخليوهاش حتى كطيب بزاف. صافي هنايا غادي نجيب لاطه اللي غادي ندخل الفران، فرشتها بابي كويسون وغادي نكب فيها ديك البطاطا، نحاول يعني نسرحها هكا في اللاطه كامله. وكتشعلوا الفران من التحت ومن الفوق وكتخليوها كطيب وكتحمر، كتجي محمره وكتجي كذلك مقرمشه، يعني بحال قليتوها في الزيت، ما كاينش شي فرق. وصافي هنايا غادي ندخلها للفران وغادي ندوزو باش نطيبوا الدجاج. هنا درت المقله، درت فيها شويه ديال الزيت وغادي ندير فيها شويه ديال القطع الصدر ديال الدجاج. غادي نضيف كذلك غنضيف عليها كذلك التوابل، ثومه، شويه ديال الثومه بودره، غادي نضيف كذلك شويه ديال السكنجبير، الابزار، غنضيف شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الملحه، وغادي نشحر هذاك الدجاج مزيان مزيان في هذيك التوابل. صافي من بعد ما خليت الدجاج تشحر واحد شويه غادي نضيف عليه شويه ديال صلصه الصوجا، كتعطيه واحد البنه لذيذه بزاف. صافي نخلي الدجاج يكمل الطياب ديالو دغيا، ما كياخذش معنا الوقت بزاف. وندوزو باش نحضروا صوص بيشاميل. هنا خديت كاسرونه درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده، خليتها حتى دابت، وضفت معها معلقه كبيره ديال الدقيق، وغادي نضيف نصف لتر ديال الحليب. هنايا ضفت الحليب، راه تقطع لي التصوير، ضفت الحليب، ضفت معاه شويه، غنسم بشويه ديال البزار، شويه ديال الثوم بودره وشويه ديال الملحه. صافي غادي نبقى كنخلط، يعني ما توقفوش على التحرك حتى كتعقد معكم الصلصه. هنايا غادي نضيف شويه ديال الزعتر، كنسمو بها هاد الصوص، اولا الكوزه، الا عندكم الكوزه كتحكوا شويه ديال الكوزه، هي كتعطي واحد البنه زوينه. صافي هنايا غادي نضيف كذلك شويه ديال الفرماج، كيعطي واحد التعليكه رائعه في هاد لاصوص. صافي هذا هو القوام اللي بغينا نحصلوا عليه في لاصوص. هنايا غادي ناخذ هاد الطاجين اولا هاد الطبق، ما عرفتش المهم كديروا ممكن تستعملوا يعني حتى الليمون ديال الدجاج، غديروا في اي حاجه ولا مول عادي. المهم غير كيجي في هذا الطبق، كيجي في هاد الطويجنات زوينين، خصوصا ملي كيكونوا فرديين. المهم هنايا اول حاجه درت كطبقه اولى صوص بيشاميل، ضفت عليها البطاطا وضفت المكرونيه بعد ما سلقتها في شويه ديال الملحه وشويه ديال زيت العود وشويه ديال البزار. من بعد ضفت عليها واحد الكميه ديال الصوص بيشاميل وضفت الدجاج، وغادي نعاود نضيف البطاطا، كطبقه اخيره غادي نضيف الصوص اللي تبقات عندي. صافي هاد لاصوص غنغطي بها السطح ديال الطبق ديالنا كامل.
واخر حاجه غادي نضيفها هي الفرماج. ممكن تكتفيو بالفرماج المحكوك، يعني فرماج موتزاريلا، اولا ديروهم بجوج، كيتواتاو بزاف في هاد الاكله هادي. صافي من بعد ما درنا الفرماج غادي ندخلوه للفران. بطبيعه الحال غنشعلوه عليه من الفوق ومن التحت حتى كيذوب معنا الفرماج وكيتحمر هكا كيتحمر من الفوق. المكونات اللي كاينين راه ديجا طيبين، يعني ما كاينش شي حاجه اللي مازال غادي تحتاج انها تاخذ لنا الوقت. فقط غيذوب الفرماج وغادي نخرجوه، كيكون هذا هو الشكل ديالو، كيجي معلك والمذاق ديالو خطير. اون فوا غتقادو المره الاولى ما غاديش تستغناو عليه، كيجي لذيذ بزاف، واحد المذاق رائع وكيجي معلك ما تشبعوش منه. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.